صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية إنهاء مهام 19 سفيرا فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية. وحسب ذات المصدر فقد قام رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 أفريل الماضي بإنهاء مهام 19 سفيرا، منهم من تمت إحالته إلى التقاعد ومنهم من تم تكليفه بمهام أخرى. وحسب المراسيم فإن مراسيم إنهاء المهام شملت كل من بوعلام شيخي سفير الجزائر بالسنغال، ومحمد سفيان براح سفير الجزائر بالتشيلي، وسلمى مليكة حدادي سفيرة الجزائر في كينيا، وفوزية بومعيزة السفيرة السابقة بالنمسا. كما شملت المراسيم أيضا كل من العربي حاج علي السفير في الكونغو، وسعد معندي سفير الجزائر في ماليزيا، وأبو مدين فاحي سفير الجزائر بالكاميرون. كما تم إنهاء مهام عمر فريتح من منصب سفير في تشاد، والأزهر سوالم من منصب سفير بسويسرا، وعبد المالك بوهدو من منصب سفير في الكويت، إلى جانب عبد الحميد أحمد خوجة من منصب سفير في البحرين. وشملت المراسيم أيضا سفير الجزائر في الإمارات خميسي عريف، وبايا اسماعيل سفيرة الجزائر في بلغاريا. وبخصوص السفراء الذين أنهيت مهامهم لإحالتهم على التقاعد فقد شملت المراسيم كل من إسماعيل علا وسفير الجزائر بألمانيا، ومصطفى بطولة سفير الجزائر في قطر، وعلي مقراني سفير الجزائر في بلجيكا، ومرزاق بجاوي سفير الجزائر في رواندا، بالإضافة إلى مقدم بفضل سفير الجزائر في النرويج، وكذلك محمد حسن الشريف سفير الجزائر بجنوب أفريقيا.